تخيل تصحى في يوم وتلاقي نفسك محبوس وسط عمارة كلها أشباح وأموات، مفيش صوت غير صرخات الزومبي اللي مالية الشوارع، وأملك الوحيد في النجاة هو إنك تفضل عايش لوحدك وسط الخراب ده. النهارده هنحكي قصة سام اللي حياته اتقلبت جحيم، وهل هيقدر يهرب من سجنه ولا نهايته هتكون أبشع من اللي تخيله. بس قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي. سام بيروح حفلة عاملاها واحدة صاحبته في شقتها، بس هو من جواه ما بيكونش مبسوط لأنه لا بيحب الحفلات ولا بيحب القعدة اللي زي دي، وكمان كان تعبان جدا. ولما راح غصب عنه علشان عايز ياخد منها شرايط موسيقى كانت واخداها منه قبل كده، وهو كان ناوي ياخد الشرايط ويمشي على طول، فصاحبته بتقول له يقعد شوية لحد ما تجيبهم، فبيوافق وبيقعد، وبعد شوية بيزهق فبيروح لها تاني. لكن في الوقت ده واحد من صحابها بيبتدي يرخم عليه، وسام بيتعصب وبيتخانق معاه، وصاحبته بتدخل وبتفصل بينهم وبتقول له سام على الأوضة اللي هيلاقي فيها الشرايط اللي هو عايزها. وسام بيروح فعلا الأوضة وبياخد حاجته وبيمشي، بس وقتها التعب بيزيد عليه ومناخيره بدأت تنزل دم، فبيقفل الباب وبيقعد على كرسي يستريح شوية. لكن هو وقتها بينام من غير ما يحس، وبيصحى بعدها على صوت دوشة بره، وبيلاقي النهار طلع، وبيستغرب إن محدش صحاه، فبيقوم ياخد الشرايط بتاعته وبيفتح الباب، وهنا بيشوف الصدمة. الشقة كلها كانت متبهدلة والدم في كل مكان، والمشهد فعلا كان مرعب. فبدأ يلف في الشقة لحد ما لقى واحدة قاعدة على الأرض، وبينادي عليها علشان يفهم ايه اللي حصل، بس فجأة بتقوم تجري ناحيته علشان تاكله لأنها اتحولت لزومبي. وسام بيكتشف ان مش هي بس، وبيعرف ان الدنيا كلها في الوقت اللي هو نام فيه اتحولت لزومبي، والوباء انتشر في كل مكان. المهم هو بيهرب بسرعة وبيدخل الأوضة وبيقفل على نفسه، وبعدها بيبص من الشباك وبيشوف ان العالم كله اتحول والناس كلها بقت زومبي، والبيوت اللي قدامه كلها فيها ناس متحولة. وكمان بيشوف عيلة في بيت قصاده واحد منهم بيتحول زومبي، فباقي العيلة بتجري بسرعة وبتركب عربيتهم علشان يهربوا، لكنهم بيعملوا غلطة وبيطلعوا صوت جامد، والزومبي وقتها بيتلموا عليهم وبيفترسوهم قدام عينه. وسام بيفضل واقف مصدوم ومش مستوعب ايه اللي بيحصل. بعدها سام بيلاقي موبايل واحدة من اللي اتحولوا زومبي جوه البيت، والموبايل ده كان بتاع بنت بتبعت لاصحابها رسائل صوتية. وفي الوقت اللي سام كان نايم فيه بدأ يسمع الرسائل اللي على الموبايل، وبيلاقي ان البنت دي كانت بتقول لاصحابها ان هي في حفلة، وفجأة الناس بدأوا يتحولوا لزومبي ويهجموا على بعض. وصاحبها كمان بيرد عليها في الرسالة دي وبيقول لها ان هو في مكان مختلف، وبرضه عنده الناس اتجننوا وبياكلوا بعض. وسام بيسمع الكلام ده وهو واقف في حالة صدمة ومش مصدق ولا قادر يستوعب اللي بيحصل حواليه. وبعدها قرر انه يلف البيت كله وبيطلع لحد السطح يمكن يلاقي حد يساعده او يدله يعمل ايه، بس للاسف ما بيلاقيش اي حد خالص. وفي الاخر بيرجع تاني للأوضة وبيبدأ ينظفها علشان هيعيش فيها شوية، لانه مش عارف اصلا هو هيفضل محبوس هنا قد ايه. وفجأة سام بيسمع صوت جاي من الدور اللي تحته، وقبل ما يلحق يفهم ايه اللي بيحصل بيلاقي طلقتين طلعوا من تحت وخرموا الأرضية بتاعت الأوضة اللي هو قاعد فيها، وبسرعة بيكسر السقف وبينزل تحت. وهناك بيلاقي واحد قتل نفسه بالبندقية، والرصاص كمل وخرم السقف، وبيتأثر شوية بالمشهد، بس في الآخر بيقول لنفسه الحي أبقى من الميت، فبيتجاهل الجثة وبيبدأ يدور في البيت على أي أكل، لكن ما بيلاقيش أي حاجة مفيدة. فبياخد البندقية وبيكمل نزول بشويش لحد ما بيوصل لباب العمارة الأساسي، وبيقفله كويس علشان يضمن إن مفيش زومبي يدخله. بعدها بيدخل شقة وبيلاقي فيها أكل، فبينقض عليه لأنه كان جعان جدا، وكمان بيلاقي لبس مقاسه فبيلبسه، وبيكمل لف وبيفضل يدخل شقة ورا شقة يدور على أي حاجة مفيدة لحد ما بيدخل شقة كان فيها زومبي وبيهاجمه، وبالعافية قدر يبعد عنه وينجو منه. وبعدها بيعلم الشقة دي بعلامة إكس من بره علشان يفتكر إنها خطيرة وما يدخلهاش تاني، وبيكمل جولته لحد ما بيدخل شقة فيها جهاز موسيقى ودرامز. ولأن سام بيحب الموسيقى بيفرح جدا بالحاجات دي وكأنه لقى كنز. وبيخرج بعدها بيروح عند الأسانسير وبيلاقي في شخص محبوس ومتحول لزومبي، والشخص ده كان اسمه ألفريد، وده كان جار في العمارة وسام يعرفه كويس جدا، فبيزعل عليه لكنه بيسيبه محبوس زي ما هو. وبعدها بيرجع للشقة اللي فيها الأدوات الموسيقية تاني، وبيبدأ يسمع أغاني علشان يفصل دماغه شوية، وده بيخفف عنه شوية وسط الرعب اللي هو عايش فيه. وفي آخر اليوم بينام عادي، وتاني يوم لما بيصحى بيلاقي نفسه زهقان جدا ومش لاقي اي حاجه يعملها، فبيقرر ان هو يجيب مسدس الوان ويضرب بيه من الشباك على الزومبي في الشارع. وفجأة بيشم ريحة وحشة في البيت، بيفضل يدور على مصدرها لحد ما بيلاقي جثتين لناس كانوا ساكنين في الشقة دي، وبيفكر يرميهم في الشارع لكن قلبه ما بيطوعوش. وفي الآخر بيحطهم في أوضة وبيقفل عليهم كويس عشان الريحة ما تطلعش. وبالليل بينام، بس فجأة بيقوم مفزوع من كابوس وبيشوف نفسه متحوط بزومبي كتير وبيهجموا عليه وبياكلوه، وبيصحى من الحلم ده وهو مرعوب وبيفهم إن هو مجرد كابوس. وبعدها بيبدأ يعمل رياضة في البيت علشان يحافظ على نفسه، لأنه طول اليوم محبوس ومحتاج إن هو يحرك جسمه. ومن وقت للتاني بيروح يقعد عند الأسانسير اللي محبوس فيه ألفريد وبيتكلم معاه، وبيكون عارف كويس إن صاحبه مجرد زومبي ومش سامع أي حاجة، بس على الأقل بيحس إن هو بيفضفض لحد، وده بيخليه ما يتجننش ويحس إن هو وحيد. وفي مرة وهو بيرمي مسدس الألوان على الزومبي من الشباك بيلمح قطة مستخبية تحت عربية،
وبينزل عند باب العماره وبيفتحه وبينده للقطه، وبيكون شايل في ايده علبه تونه علشان يغريها ان هي تيجي ناحيته، لكن القطه بترفض ان هي تيجي وبتفضل تهرب منه، فبيجري وراها بكل قوته كانها اخر امل عنده انه يتواصل مع اي كائن حي. بس في الوقت ده زومبي بيهجموا عليه، فبيترعب جدا وبيبتدي يضرب فيهم بكل قوته. في الاخر بينجح انه يهرب ويرجع العماره تاني. بعدها سام بيفضل يفتش نفسه كل شويه علشان يشوف اذا كان اتعض ولا لا، وبيكتشف انه سليم ما فيهوش اي حاجه، فبياخد البندقيه اللي كان واخدها من الراجل اللي قتل نفسه، وبينام وهو حاضنها من كتر الرعب اللي هو عايشه علشان لو صحي على اي زومبي يعرف يتعامل معاه. بس المشكله بقى وهو نايم بيدوس غصب عنه على الزناد بتاع السلاح، فبيقوم مفزوع على صوت الطلقه، ووقتها بيفضل يضحك بهستيريا لانه على الاقل ما قتلش نفسه بالغلطه دي. بعد كده حياة سام بقت روتين، بيصحى ياكل شوية وبينزل عند صاحبه يتكلم معاه، وبيرجع على شقته على الدرامز، وهكذا كل يوم. وكل يوم الصبح زي بالليل وبالليل زي الصبح بالنسبة له، لدرجة ان هو ابتدى يحس بالملل وفكر ان هو ينهي حياته اكتر من مرة من كتر اللي بيحصل حواليه، وكمان علشان حاسس ان هو اخر واحد على وش الارض وهيفضل على طول لوحده. لكن في يوم وهو نايم بيسمع صوت جاي من الشقة اللي جنبه، فبيقوم ياخد سلاحه وبيروح يشوف مين اللي هناك. ولما بيفتح الأوضة بيلاقي بنت مصابة اسمها سيرة، وبدل ما يعمل لها حاجة أو يخاف منها بيسيب سلاحه وبيحاول إن هو يعالجها بأي طريقة. وتاني يوم سيرة بتبقى أحسن شوية وبدأ يتكلم معاها، وبتقول له إنها كانت ساكنة في بيت قريب من هنا، وكانت بتنط من السطح للتاني علشان تهرب من الزومبي، لكنها اتصابت وهي بتعمل كده فاضطرت تنزل عنده، وبتقول له لازم يدوروا على طريقة يهربوا بيها من هنا علشان قلة الأكل، ولأن الزومبي مهما طال الوقت ممكن يدخلوا البيت عادي، وساعتها مش هيبقى فيه أي مهرب ليهم. وسام بيقول لها إنهم لو خرجوا من هنا هيبقوا برضه في خطر علشان الزومبي مالين الشوارع والبيوت، فلازم يفضلوا هنا مؤقتا ويفكروا في حل بعدين. فبياخدها سام وبيوريها البيت كله، ولما بيوصلوا عند الاسانسير اللي محبوس فيه ألفريد صاحبه بتقول له ان هما لازم يتخلصوا منه علشان ممكن في اي وقت يتحرر ويقتلهم، لكن سام بيرد عليها وبيقول لها ألفريد محبوس كويس ومش هيأذيهم، ده غير ان هو كان صديقه قبل ما يتحول وهو مش عايز يأذيه ولا يقتله. سيرة بتستغرب كلامه بس ما بتعلقش عليه. بعدها فجأة سيرة بتختفي من البيت كله، وسام بيستغرب وبيفضل يدور عليها في كل مكان لحد ما بيلاقيها على سطح العمارة، وبيسألها هي بتعمل ايه هنا، فبتقول له ان هي بتحاول تدور على طريق علشان يهربوا منه، وبتقترح عليه ان هم ينطوا فوق السطح ده ويمشوا، وبتقول له الوضع هنا ما بقاش امان. فسام بيقول لها انهم مش هيمشوا من هنا علشان هنا امان اكتر من اي حتة. فسيرة بتتضايق من كلامه وبتسيبه وبترجع اوضتها اللي كانت مستخبية فيها في الاول. فسام بيروح لها وبيخبط عليها لكنها ما بتفتحش الباب ولا بترد عليه، فبيقلق عليها وبيقتحم الأوضة علشان يتفاجئ انها ماتت بسبب الإصابة اللي كانت عندها. سام بيزعل جدا عليها وبياخدها وبيحطها على السرير وبيعمل لها زي جنازة صغيرة كده تقديرا ليها، وبيبقى سام متأثر جدا بموتها، وخصوصا انها كانت اول شخص يلاقيه في اخر العالم ومع ذلك برضه ماتت. فبياخد الكاميرا اللي كانت معاها وبيفضل يتفرج على الصور اللي هي فيها وبيشوف صورها مع عيلتها وبيتأثر اكتر. وبعدها في فترة مش طويلة بنشوف إن سام بياخد قرار إنه يمشي من البيت زي ما سيرة كانت قايله له، بس قبل ما يعمل كده بيروح يجيب الشرايط اللي كان أصلا جاي علشان ياخدها من صاحبته وبيولع فيها كلها. وساعتها بنكتشف إن الشرايط دي كان فيها تسجيلات لأصحابه كلهم، وهو بيحرقها علشان خلاص ما فضلش ليه أي حاجة تربطه بالماضي، وبيحاول إن هو ينساه. وبرغم كل اللي حصل له ما بينساش ألفريد صاحبه الوحيد اللي كان مهون عليه وحدته طول الفترة دي. فبيروح له لحد الأسانسير وبيفتح له الباب، وساعتها ألفريد بيخرج وبيبدأ يلف ويتجول في المكان براحته ومن غير ما يقرب من سام أو يهجم عليه، كأنه عارف إن ده صاحبه اللي عمره ما هيأذيه. بعدها سام بيطلع على السطح علشان يمشي من هناك حسب خطته، بس قبل ما بينفذها فجأة الزومبي بيقتحموا البيت زي ما سيرة كانت متوقعة بالظبط وبيجروا عليه علشان ياكلوه. وساعتها سام بيفضل يقاتل فيهم وبيضرب بكل الطرق وبيحاول يبعدهم عنه بالعافية، وبصعوبة كبيرة بيقدر ينجح وبيوصل للسطح، وفي زومبي بيطلع وراه لكنه بيقدر يفلت منه، وبعدها بيربط حوالين نفسه حبل وبينط من العمارة دي خالص. وبعدها بيبدأ يطلع على عمارة تانية وبيقعد على سطحها، وهناك لأول مرة بيحس إنه هو مبسوط وفرحان إنه أخيرا قدر يهرب من السجن اللي كان محبوس فيه. ورغم إنه لسه مش عارف إيه اللي ممكن يحصل له في الأيام الجاية، لكنه متأكد من حاجة واحدة، إنه هيكمل عايش وهيفضل يحاول يلاقي حد يعيش معاه في العالم ده. وبكده الفيلم بيكون خلص. بتمنى يكون الملخص عجبك، وما تنساش تعمل لي لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير في الملخص الجاي. سلام.